شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان. بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان. بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتوا طيبين يا رب. ينعاد عليكم بألف خير وصحة. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. انا ابتديت يعني حاجة بسيطة. هنعمل النهاردة الزبادي عشان بكرة بإذن الله السحور، فانا عاملاها قبلها بيوم عشان يبقى يعني ساقع وكده وجاهز كده للسحور. فده الطريقة المعتمدة بتاعتي على طول اللي بعملها، طريقة مضمونة وإن شاء الله سهلة جدا، أي حد يعملها بكل بساطة وسهولة. معانا علبة زبادي وكيلو لبن غلياه طبعا، وتخليه لما يبقى دافي، بس لما يبرد يبقى دافي، تحط صباعك كده تستحمليه. فمعانا كيلو لبن اهو، ومعلقة سكر، وعلبة زبادي اللي هي بتاعت الشركات مش البلدي. وندوبها كويس قوي كده ب... بالمضرب السلك او بالمعلقه، اي حاجه معاكي، بس اهم حاجه تضربيها كويس قوي عشان ت... ت... تدوب جوه اللبن كويس. هي والسكر، معلقه السكر بتساعدها على الخميره اللي هي علبه الزبادي، ان هي يعني تتفاعل وتبقى متماسكة قوي. فان شاء الله اهو معانا هنعمل في الفخار النهاردة، بيبقى طعمه جميل جدا جدا. اهي طواجن الفخار بتصب فيها، ومعانا برضو هعمل لكم بالفراولة، بس بصوص الفراولة، يعني مش لازم تحط تقطعي فراولة والحاجات دي، لا، بصوص الفراولة بيطلع طعمه خطير جدا وحلو قوي. اهو طلعوا معانا 6 وكوباية صغيرة. انت لما تجيبي علبة الزبادي دلوقتي غالية جدا، ما تستاهلش اللي بيدفع فيها، فاحنا بنعمله في البيت اوفر واحسن في ظل الظروف الصعبة دي صراحة. اهو صوص الفراولة تدوبيه بس كده بيديك احلى طعم للفراولة. اهو عملناه، ما خدش معانا نص ساعة، يا دوب اللبن غلي وبردناه، وبتغلي شوية مية تحطها في الصينية اللي هتحطي فيها، وتكوني مدفية الفرن شوية، وتحطيه بقى لو مثلا من بالليل للصبح، لو عملتيه الصبح لغاية بالليل، بس كده بتلاقيه متماسك وزي الفل. هنغطيه ونحطه في الفرن الدافية. انا ولعت الفرن مسخناها وطفيت عليها بس تبقى دافية اهو، بكل بساطة وسهولة. ولا نجيب العلب بتاعت بره ولا بتاع اللي هي الغالية، ده هنا كده زي الفل. اهو نغطيه بس ونحطه بقى ايه لحد، انا عملته بالليل وهو الصبح خلاص بوريهولكوا عشان اللي حابب يعمل للسحور يبقى جاهز وبكل بساطة. بص متماسك ازاي، وطعمه كريمي جميل جدا جدا جدا. بالهنا والشفا للي تشوفه هتعمل يا رب. وبشكركم جدا، واتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويتعملوا لي لايك ومشاركة لأصحابكم وحبايبكم، واكون شاكرة ليكم. كل سنة وانتم طيبين، واستنوا الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.